هو الإنسان مخير ولا مسير؟ قبل الإجابة على السؤال ده هسألك سؤال. تعرف شركة روك ستار؟ روك ستار شركة ألعاب أنتجت ماكس بين وجي تي اي وريد ديد ريديمشن وألعاب كتير، لكن خلينا نركز على لعبتين، ريد ديد ريديمشن 2 وجي تي اي. أي جزء من الأجزاء الأخيرة يعني. اشمعنى وإيه علاقة ده بالموضوع؟ هقولك دلوقتي. تصميم ألعاب العالم المفتوح بتدي الشخصية حرية كبيرة جدا. يعني مثلا شخصية آرثر في ريد ديد ممكن يصطاد عشان ياكل أو يسرق حد، يشتري حصان أو يسرقه. هو حر يعمل اللي هو عايزه، وانت قرر عايز الشخصية تكون ازاي، وحش كويس دي حاجة ترجع لك. لكن في نفس الوقت لازم مهمات في اللعبة تتنفذ. المهمات دي انت هتعملها عشان اللعبة تكمل. كذلك جي تي ايه عالم مفتوح مليان اختيارات، لكن المهمات المبرمج عاملها هتعملها. تخيل كمية التفاصيل دي وكمية الحرية وكمان كمية الإبداع، ومع ذلك في حاجات مفروضة عليك عشان اللعبة تكمل معاك. كل ده من إنتاج شركة بيديرها بشر. مستغرب بقى من السيستم اللي ربنا خلقنا بيه؟ أنا معاك إنك تسأل، بس ما تشككش. والشيء المدهش إن ربنا هيخلينا نشهد على نفسنا وعلى بعض. نموذج كوني أنت مش مستوعبه ممكن مخلوق يعمل حاجة شبهه، مع الفارق طبعا. بتدور على ثغرة في الدين مثلا، وانت بتدور تقرب وتبقى أقوى من الأول. لو لسه بتسأل الإنسان مخير ولا مسير، اتفرج على الفيديو تاني أو العب لعبة Red Dead Redemption 2 اللي أنا بحبها جدا بالمناسبة، وقول لي إيه رأيك في التعليقات. سلام.